علي معلول كولر حطله الزغلول، ومحمد رمضان قال له خد ياض خلاص روح ياض. الاهلي بيخسر اللاعب الوحيد اللي ملوش في السهرات ولا البنات ولا السشوار، وبيطلق عليه رصاصة الرحمة على طريقة خيل السبق لما يعجز وتروح عليه. وحسين لبيب فتح له احضانه على الاخر وقال له تعالى جنب ابن بلدك المسلوسي واخواتك عبد الله سعيد وناصر ماهر، معانا هتنبسط قوي ومش هتحس بالغربة. ومراته بتضغط عليه عشان يقبل عرض الابيض لاحراج ادارة الاهلي على طريقة اللي باعك بيعه. كواليس القصة الكاملة لنهاية معلول مع الأهلي. امبارح فوجئنا بستوري نشروا علي معلول للآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعدها تسرب خبر إصابته في السمانة قبل ما مصدر من الجهاز الطبي ينفي الخبر جملة وتفصيلا ويأكد أن معلول سليم معافى. والإعلامي هاني حتحوت حسم الجدل وأكد أن ستوري علي معلول ردا على مسؤولي الأهلي بعد قرار الاستغناء عنه من قبل مارسيل كولر بدعم من محمد رمضان، اللي شافوا أن بقاء معلول في الأهلي مجاملة مش في محلها ولا وقتها ل5 أسباب. أولها أنه كبر وتجاوز ال35 سنة، والتاني أنه لسه راجع من الصليبي ومستحيل يرجع لمستواه قبل كاس العالم، والتالت انه شاغل مقعد اجنبي والفريق محتاج لتدعيمات محترفين، ورابعا اقتناع كولر الكامل بالمغربي يحيى عطية الله وصعوبة جلوسه دكة المعلول ولو على سبيل التدوير، واخيرا ان راتبه من الفئة الاولى وبالدولار وبيشكل عبء على خزينة النادي. وبناء عليه كولر وجه له الشكر من خلال مدير الكورة محمد رمضان في ظل رفض الخطيب ولجنة الكورة والتخطيط، لكن معروف الخواجة السويسري محدش بيتنيله كلمة فيما يخص السكواد، ولنا في صفقة مودست خير دليل. حتحوت قال ان الاهلي خير معلول، اما الاعتزال وتعيينه في منصب شرفي بمثابة تكريم عن مسيرته او يجيب عرض في يناير ولو على سبيل الاعارة. لكن معلول رفض الامرين وقال مش هتهان على كبر واروح اعرض نفسي على الانديه، واشترط الحصول على الاستغناء فور فري زيه زي بيرسي تاو عشان يرحل بالمجان للنادي اللي يختاره سواء جوه مصر او في تونس. وهنا الإدارة شكت إن معلول ناوي على نية وشكله هيحط الزغلول فعلا، والشك طلع في محله وتأكد تواصل المسلوسي مع معلول بعرض رسمي مقدم من حسين لبيب لتعويض غياب بنتائج، اللي قرر قطع الإعارة والعودة لفريقه الفرنسي سانت تيان، وده بعد استقباله عرض بلجيكي براتب ضخم. وبالرغم من رفض معلول لعرض الزمالك عشان ما يخسرش شعبية فضل يبني فيها 8 سنين مع جمهور الأهلي، إلا إن زوجته وشريكة نجاحه بتضغط عليه للقبول مش بس بدافع الانتقام لكن لرد الاعتبار وإثبات نفسه. وقالت له ما تبصش لحسام عاشور، وضربت له مثال بعبد الله السعيد اللي بيعيش أزهى فتراته الكروية بدنيا وفنيا وهو أكبر منه ب4 سنين. وحاليا معلول بيدرس العرض بجدية وبيحسبها لأول مرة بالمنطق مش العاطفة، وخاصة إن ما عندوش بديل غير عرض هزيل من فاركو أو العودة لختام مسيرته في فريقه الأول الصفاقسي التونسي، مع صعوبة نقل حياة أسرته ومدرسة ابنه بين يوم وليلة لبلد تانية حتى ولو بلده الأم. بعيدا عن انتمائك، لو انت مكان معلول هتقبل عرض الزمالك ولا هتعتزل بالإكراه وترضى بمنصب شرفي في الأهلي؟